الإباحية أو العادة السرية، الحاجة اللي خرجت على الجيل على قدو، وغالبا دولة انت اللي كتشوف هاد الفيديو كتعاني منها، أو على الأقل عانيتي منها في واحد الفترة وتعرضتي للآثار السلبية ديالها. فالفيديو الفيديو غادي نشوفوا اشنا هي هاد الإباحية وبعض الأنواع ديالها، وكيفاش الناس اعتادوا على بعض الأنواع ديال الإباحية وبداو كيظنوا أنها شيء عادي وما داخلاش في هاد النوع. غادي نشوفوا الآثار ديالها على الجسد ديالك وكيفاش كتأثر على النفسية ديالك، كيفاش كل ما تزادت العلاقة ديالك معها كل ما العلاقات الاجتماعية ديالك كانت في خطر. زمن الانترنت ميز بالسهوله والبساطه ديالو، حيت الا بغيتي اي حاجه ما غاديش طلب منك اكثر من كليك وحده، وهاد السهوله ديال الوصول لداكشي اللي بغيتي خلات انه من سهل تتعرض للاباحيه واخا انت ما كنتيش كتقلب عليها. وهادشي ما جدوش من عندي، واحد الاستبيان من CCO هو مفوض شؤون الاطفال في انجلترا لقى بلي اغلب الاطفال اللي شاهدوا الاباحيه لاول مره كان سن ما بين 11 و 13 سنه. طفل عنده 11 سنة غادي يكون واحد النهار هاز التليفون كوسيلة للتسلية، تا غادي يلقى راسو داخل الإباحية. هادشي ما جبتوش باش نهضر على الأطفال، باش نقول ليك بأن الفترة اللي الأغلبية كتصادف فيها مع الإباحية ما كيكونش واعي بالأخطار ديالها، لذلك كتلقى راسك بالزربة دغيا تسحبك داك العالم من عنده حتى دخلتي لدائرة الإدمان، وهنا كتبدا الطامة الكبرى. واول اثار ديال الادمان الاباحيه هي الشعور بالذنب من بعد كل مره كتشاهد فيها هاد المواد اللي كتهلك النفسيه ديالك وكتبدا كتحتقر راسك، حيت لقاو الدارسين بان اكثر مستويات عدم التقدير الذات كتكون غالبا عند الناس اللي كيشاهدوا الاباحيه. زايد بهذا الفعل كتعصي الله عز وجل، كتاثر بهذا الفعل على الدين ديالك، فانت كتمشي تخبى من كل شيء وكتنسى ان الله عز وجل كيشوف فيك. مشاهدة الإباحية في أكبر نسبة ديال الدوبامين تقدر تلقاها بشي فعل آخر بحال الخدمة وحتى الأفعال اللي كيديرهم بنادم باش يلقى المتعة. لذلك راه كثرة ممارسة ديال هذا الفعل غادي تخلي الدماغ ديالك يتعود على هذه النسبة من الدوبامين، وبالتالي غادي يبقى يطلب نفس هذا النوع الكمية من الدوبامين. والنوع ديال الدوبامين في مشاهدة البورنوغرافي كيتسمى النوع السهل، لأنك راه ما كتبذلش مجهود فيه بحال مثلا المتعة ديال أنك تمشي تريني. راه باش تاخد المتعه ديال لونطريمون خاصك تمشي ودير واحد المجهود بدني باش تاخد ديك المتعه، في حين كيلقاها الدماغ ديالك واجده بلا مجهود وبكميات هائله في الاباحيه. هنا الدماغ ديالك كيتعلم الكسل وكتدصر عليك الدماغ ديالك بهذا المعنى، كتعطيه داكشي اللي كيعجبو وبكميه كبيره بزاف. وملي كتقول ليه راه عندنا واحد الخدمه كيلقى بانه راه ديك الخدمه فيها متعه قليله مقارنه مع البورنوغرافي، وبالتالي ما كيستعجبش هذا الفعل. ومع كتمشي تخدم ولا كتقرا كتحس براسك ما قادرش تركز وراسك دغيا كيضرك، او على الاقل راه نسبه التركيز ديالك كتنخفض. والمشكل ديال الادمان على هذا النوع من المتعه كيخلي الدماغ ديالك يطلبها في اوقات غير مناسبه. الا وصلتي لواحد المستوى عالي من الادمان غادي يبدا الدماغ ديالك يطلب البورنوغرافي حتى ولو تكون مركز في واحد الخدمه او كتراجع لشي امتحان، حتى كتجيك ديك الشهوه وهنا الدماغ ديالك كيتخربق وما كتقدرش تركز، لان التركيز ديالك كيكون على ديك الشهوه. وكيفاش تحبسها؟ هنا كيكون عندك جوج ديال الخيارات، يا اما تستسلم وتمشي دير ديك المعصيه، او تقاوم ودير شي حاجه اللي تنسيك ديك الشهوه بحال تمشي تخرج شويه، وفي كلا الحالتين كتكون ضيعتي عليه ديك الخدمه اللي كنتي كدير. بكثرة مشاهدة الإباحية وكثرة المشاهد اللي فيها كيتبنى عند المشاهد واحد المعايير في عقله اللي ما كتكونش واقعية. فمثلا مشاهدة الإباحية كتخليك تخيل أن راه الأنثى الطبيعية خاصها تكون بهذاك المظهر ديال دوك الممثلات، وبكثرة المشاهدة كيولي عندك واحد الاعتقاد أن المرأة الجميلة خاصها تكون من داك المظهر، في حين أن داكشي اللي كتشوفه راه ماشي هو الحقيقة، راه هاديك اللي كاينة تمك. راه الا شفتيها في الواقع ما غاديش تبان لك بنفس الاثاره وبنفس الجمال كيف ما كتشوفها في الفيديوهات. زايد ان الاغلبيه كيكونوا دايرين عمليات تجميل باش يبان الجسم ديالهم بديك الطريقه، وانت كتجي وكتبغي مرأة طبيعيه انها تكون بحال هكاك. والمشكل ما كيوقفش هنا، بل بعض الشباب كيبدا يحتقر راسو، كيبان له بانه الا ما كانش بحال دوك الممثلين غادي يكون ناقص. وهذا الشيء ما كيوقفش غير عند الدراري، بل حتى البنات اللي كيتفرجوا في هذا الشيء نسبه كبيره كيبدا يبان لها راسها انها ماشي زوينه، او انها خاصه تكون بحال دوك الممثلات باش تكون زوينه. وبناء على دراسات ان الدراري اللي كيشاهدوا الاباحيه كيبان لهم راسهم انه ناقصين. وما بغيتش ندخل في التفاصيل اش من ناحيه، الصراحه ما كراش شي واحد او وحده خلاتو الاباحيه يعيش هذا الشعور يشارك معنا التجربه ديالو في التعليق، ولا كان تعالج من هذا المشكل يشارك معنا التجربه ديالو. الان هضرنا على كيفاش كتخليك الاباحيه تبنى شي معايير على الشريك ديالك ولا البنات الاخرين. بالنسبه للدراري هادشي كان غير المتزوجين، فما بالك باللي مزوج كي غادي تبان له الزوجه ديالو؟ غالبا غادي تولي الزوجه ديالو اللي هو اختارها بنفسه انها ما بقاش كترضيه، لانه ولا عنده ان الزوجه ديالو
خاصها تكون بحال دوك الممثلات، وبالتالي ما غاديش يبقى داك الانجذاب بيناتهم. وهنا غادي تكون الاباحيه اثرت على الحياه الزوجيه ديالك اللي تقدر توصل حتى لتفرقه ديك الاسره. لان بعد ما عرفنا الاثار اللي كتسببها لينا الاباحيه، غادي تكون كتسائل واش كاين شي حل لهذا الادمان، اولا غادي نبقى اسير لهذه العاده حتى نلقى الله عز وجل عليها. عندي لك خبر زوين، راه ممكن تعالج من هذا الادمان، ممكن تعيش حياتك حر من جديد بلا اباحيه، ولكن العلاج غادي يتطلب منك صبر وإرادة. وأول حاجة خاصك ديرها باش تقطع هذا الإدمان هي توعى بأنك فعلا مدمن للإباحية، وأنك فعلا كدير شي حاجة اللي كتدمر لك حياتك. وتاني حاجة هي ترجع لطريق الله. غير رجع لطريق الله، الأبواب ديالو مفتوحة، واستعن بالله عز وجل على ترك هذا الفعل، وحاول تحافظ على الصلاة ديالك، والمستحسن تصليها في المسجد إلا كنتي ولد. وخلي ديما التوبة في راسك، خليك ديما تيب، واخا تتوب وترجع لديك المعصية عاود توب تاني، واخا تعصي الله 1000 مرة توب 1000 مرة. وخاصك تعرف ان التوبه ماشي كافيه باش تقلع عن الاباحيه، بل خاصك دير اسباب، اولها تبعد عن المحفزات اللي كيخليوك تفكر اصلا دير الاباحيه. مثلا الا كيطلعوا لك شي فيديوهات في الانستغرام كيثيروا الشهوه ديالك، بدل الكونت ولا حيد هذا الانستغرام باش غادي ينفعك كاع. ولا ما قدرتيش تحيدو، غير نقي الهاتف ديالك اول حاجه تبدا بها. وتاني حاجه خاصك تعرف علاش انت كتمشي تهرب وتتفرج في الاباحيه. كل واحد عنده سبب، واحد الا كان مقلق ومعصب كيهرب ليها باش يحس بالراحه، والثاني لما كان عنده ما يدار يعني الفراغ كيخليه يمشي للاباحيه. حاول تعرف شنو هي الاوقات اللي كتجيك فيها الرغبه في مشاهده البورنوغرافي. الا كان بالليل حاول تنعس بكري وحيد عليك الصير، الا كانت بالعشيه حاول تخرج تمشى في هالوقيته ودير شي نشاط يبعدك على التليفون. المهم حاول تفهم راسك علاش وامتى كتجيك ديك الشهوه باش تحاول تتحكم فيها. وعندي لك واحد النصيحه او وصفه اذا تبعتيها غادي تكون سبب ان شاء الله باش تقطع هذا الادمان، هي انه الا مشيتي حتى عصيتي الله تبعها مباشره 2 ركعات استغفر فيهم الله واطلبوا انه يعينك على هذا الذنب. وكيقول الله عز وجل واتبعي السيئه الحسنه تمحوها. خاصك تعرف بانه خاصك تخوض واحد الحرب مع ذاتك، والسلاح ديالك في هذه الحرب غادي يكون الايمان ديالك اولا زائد الوعي ديالك بهذا الادمان. وخاصك تعرف ان هادشي اللي كان في هذا الفيديو راه ما كافيش باش تقطع مشاهده الاباحيه، بل هو بدايه باش تبدا العلاج. وكنصحك بقناة واعي الإباحية، هي أكبر قناة في الوطن العربي اللي كتناول هذا الموضوع، بحيث كتشرح لك بالتفاصيل المشكل وكتعطيك استراتيجية صحيحة باش تحيد هذا الإدمان. خاصك تكون أول خطوة ديرها من بعد هذا الفيديو هي تقلب على هذه القناة، لأنها المجموعة من المختصين في علاج إدمان الإباحية، وغادي تكون رفيق ديالك في هذه الرحلة. عندهم حسابات في مواقع التواصل باسم واعي، غادي نخلي لكم ليان ديال القناة اليوتيوب في الوصف ديال هذا الفيديو. هذا الموضوع طويل بزاف وخاصو سلسله ديال الفيديوهات غير بوحدو، ما كرهتش تخلينا في التعليقات مواضيع بغيتو نهضروا عليها من هنا للقدام. وهنا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتي منه، والى حلقه قادمه، الى اللقاء.